النهارده هعلمك خطوه بخطوه ازاي تجيب عميل من الصفر للاحتراف، من اول ما انت معكاش ولا عميل لحد ما يبقى معاك عملاء كتير جدا ومعاك تيم كامل شغال انه يخدم العملاء دي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي اخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق لزايك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده وهو الحلقه الرابعه من تعليم او من سلسله العمل الحر. وفي السلسله دي انا شرحت لك 3 فيديوهات. اول فيديو كان بيعلمك المصادر لتعليم المهاره، كل المصادر المتاحه انك تتعلم المهاره. تاني فيديو اتكلمنا عن ازاي انك تعمل بورتفوليو من غير ولا عميل، من غير انك تجيب عملاء اصلا. وتالت فيديو اتكلمنا عن اهم المواقع العربيه والانجليزيه اللي تشتغل عليها وتقدر تدخل منها فلوس باذن الله. والفيديو النهارده وهو فيديو اللي قبل الاخير قبل الفيديو الاخير، والفيديو الاخير هيبقى بيتكلم عن طرق سحب الفلوس. الفيديو الرابع اللي قبل الاخير هو فيديو النهارده وهو ازاي تجيب عملاء شرح تفصيل. بقى الخطوه الاولى وهي البورتفوليو الكويس. لازم يكون عندك سابقه اعمال كويسه، لازم يكون عندك سابقه اعمال كويسه. طب انا على ما اشتغلتش مع عملاء اصلا عشان اعرف اعمل سابقه اعمال، يبقى انت كده يا صاحبي ما اتفرجتش على الفيديو الثاني وهو ازاي تعمل بورتفوليو من غير ولا عميل. هتروح للفيديو هتشوف الفيديو من الاول للاخر، هتعرف ازاي تعمل بورتفوليو من غير ولا عميل. الخصها لك انك هتجيب فيديوهات لليوتيوبر كبار زي مكاوي، زي الكسيل، زي صلاح ابو المجد، زي احمد ابو زيد، وهتجيب الفيديوهات بتاعتهم تقصقصها وتعمل لها مونتاج، وهتقوم كاتب في الفيديو مثلا بيفور وافتر، وتنزل الفيديوهات دي على التيك توك وتعمل لنفسك سابقه اعمال. انا لخصت لك الموضوع. لو انت مونتير مصمم هتجيب صور مصغره وهتبدا تعمل فكر لصور مصغره وتبدا تطبق الفكر دي وتنشرها. يبقى اهم حاجه واول خطوه وهو انك تعمل بورتفوليو كويس. الخطوه الثانيه وهي لازم تطبق بايدك كتير. يعني انت خلاص اتعلمت المهاره، ما تقعدش بقى وتقول انا هستنى العميل يجي لي. انت العميل عمره ما هيجي لك لو انت مش عامل بورتفوليو. طب البورتفوليو ده النتيجه لايه؟ نتيجه لشغلك السابق اللي انت بتعمله. ما هي دي تطبيق، ما انت لو ما طبقتش مش هتعمل بورتفوليو. يبقى لازم تطبق بايدك كتير جدا عشان تقدر تعمل بورتفوليو احترافي. يبقى لازم تطبق بايدك، انت تطبق بايدك كتير قوي. نيجي بقى على الخطوه الثالثه وهي لازم تتعامل اكتر على السوشيال ميديا. بص يا صديقي، احسن دكتور مش اشطر دكتور. الدكتور الافضل مش هو اشطر دكتور. اشطر دكتور فعلا اللي هو اشهر دكتور. بص يا صديقي، انت اشطر دكتور، انت دكتور شاطر جدا شاطر جدا جدا في مجالك ومفيش حد يعرفك. المرضى هيجوا لك ازاي؟ رد عليا، المرضى هيجوا لك ازاي؟ مش هيجوا لك. انت افضل مونتير على سطح الارض ومحدش يعرفك. هتعمل لمين؟ هتقدم شغلك لمين؟ هتمنتج فيديوهات لمين؟ هيدخل لك فلوس ازاي؟ يبقى لازم تتعلم وتتعامل اكتر على السوشيال ميديا. معاك فيديو منتجت فيديو نزله على السوشيال ميديا، افتح لنفسك قناه على السوشيال ميديا. لازم تتعامل اكتر على السوشيال ميديا. لازم تتعامل اكتر على السوشيال ميديا. ادخل في التيك توك وادخل على الانستجرام واعمل صفحه هنا واعمل صفحه هنا، والصفحات مش صفحه واحده، وابدا نزل فيديوهات ونزل شغلك انت عشان الناس تعرفك. ما انت الناس لو ما عرفتكاش محدش هيجيلك، وبالتالي شطارتك خليها لنفسك. واحد داخل لي بيقول لي انا اتعلمت مونتاج وبقيت محترف مونتاج، ابعت لي فيديو منتجه لك عشان اشتغل معاك. قلت له مش هينفع والله، التيم مكتمل. مع ان التيم ما اكتملش لسه ومفيش حد يمنتج لي لسه، ده انا محتاج ممنتج. لا، هو انت داخل لي اعمل بيه كده، انا اعمل بيه كده؟ انا مين عرفني ان شغلك كويس؟ اصور فيديو عشان حضرتك تمنتجه وكل واحد يدخل لي يصور فيديو عشان هو يمنتجه لي؟ ما ينفعش. لازم ان انت يبقى معاك سابقه اعمال بورتفوليو، لازم يبقى ليك صفحات على الانستجرام وعلى التيك توك. نيجي بقى على الخطوه الرابعه والاخيره وهي اتواصل مع عملاء كتير. لازم تتواصل مع عملاء كتير، ودي خطوه لو انت ما اتدخلتش في السوشيال ميديا. يعني ايه ما اتدخلتش في السوشيال ميديا؟ يعني لو انت مش عايز تدخل في السوشيال ميديا وحوار بقى انك تنزل فيديوهات على التيك توك والانستا واليوتيوب وتعمل قناه وكده، عليك وعلى المواقع العمل الحر انك تدخل على موقع العمل الحر وتبدا تتواصل مع عملاء كتير وتبعت لعملاء كتير. وبس برضه لازم يكون معاك بورتفوليو كويس. يبقى البورتفوليو حاجه اساسيه جدا. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في طاوله ان هكون على الرقم اللي ده الفرش ده، تكون بسعر رمز جدا اقل من $2 25 جنيه، يعني بلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. وكده ما تبقاش الا حلقه واحده وتقدر تدخل فلوس من العمل الحر. وحاليا تقدر تدخل فلوس عادي. ده الحلقه الاخيره حلقه سحب الفلوس، عشان الحلقه الاخيره هي طرق سحب الفلوس، ازاي تسحب الفلوس بتاعتك من على انستا باي او فودافون كاش. فالحلقه الاخيره مش مهمه قوي، هي مهمه انك تسحب الفلوس بس انت لسه اصلا ما جبتش عملاء. يا ريت تبدا تطبق الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده. وفرصه سعيده ولقاء مره اخرى. سلام.